تعرف ان في 3 اسماء سماهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لشهر رجب؟ بس قبل ما اقولهم لك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اول اسم الشهر الاصب. يعني ايه الشهر الاصب؟ ربنا عز وجل كان بيصب على المسلمين وقتها الخير والرزق من حيث لا يدري. كانوا بيقعدوا كده يدعوا ربنا عز وجل بالخير يلاقوا خير، بيدعوا ربنا عز وجل يا رب اشفي مرضانا، ربنا عز وجل كان بيشفي مرضاهم. فبالتالي سموه بالشهر الأصب عشان ربنا عز وجل كان بيصب عليهم خير ورزق وبركة من حيث لا يدري. طب وتاني اسم الشهر الأصم. ليه بقى سموه الشهر الأصم؟ لأن الصحابة كانوا بيسموا ألسنتهم وأسماعهم وأيديهم عن المعاصي، كان أي ذنب كده بيبعدوا عنه. طب وتالت اسم شهر البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي دايما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة